أنا من هامبورغ und wohne auch hier im Zentrum. خلي بالك كلمة Zentrum قالتها das معناها وسط البلد. يقول أنا من هامبورغ und wohne auch hier. auch يعني أيضا here ده معناها هنا. طب ظرف المكان ده عايد على إيه؟ على آخر مكان هو ذكره. هو قال أنا من هامبورغ، آخر مكان اللي هو كلمة هامبورغ، فهو بيقول أنا من هامبورغ وكمان عايش هنا في هامبورغ im Zentrum في وسط البلد. alles ist ganz nah. خدت بالكم كلمة nah قلناها من شوية معناها قريب. alles يعني كل شيء، كل حاجة. ist ganz nah قريبة جدا. das Kino ist nicht weit. والسينما nicht weit مش بعيدة. und in 5 Minuten bin ich am Sportplatz. وفي 5 دقايق in 5 Minuten في 5 دقايق بكون في Sportplatz يعني المكان اللي بيمارس فيه الرياضة أو النادي. Ich kann auch schnell einkaufen. خدت بالكم الفعل كان ده فعل من أفعال المودال فيربن، أفعال الكيفية، خدناه السنة اللي فاتت، معناه يستطيع. بيجي معاه في آخر الجملة انفينيتيف، فعل مش متصرف. عشان أفهم الجملة اللي فيها مودال فيرب بعمل إيه؟ بعتبر المودال فيرب والفعل اللي في آخر الجملة الاتنين يعني إيه وحدة واحدة، الاتنين يكملوا بعض. إزاي؟ هقول أنا أستطيع أن وأروح على طول على المصدر أشوف معناه إيه. أستطيع أن أتسوق. فعل einkaufen يدي معنى يتسوق. Ich kann auch schnell einkaufen. أنا أستطيع أيضا أن أتسوق schnell بسرعة. In meiner Straße في الشارع بتاعي sind eine Bäckerei. في الشارع بتاعي في إيه بقى؟ eine Bäckerei في مخبز. وإيه كمان؟ ein الكومة دي معناها إن هو بيذكر حاجات لسه بيعطفها على بعض. ein Kiosk كشك und ein Supermarket وكمان سوبر ماركت. In dieser Bäckerei في هذا المخبز kann man frisches Brot und guten Kuchen kaufen. في هذا المتجر يستطيع من دي كلمة عامة بتترجم بلفظ المرء أو الإنسان عامة. في هذا المخبز يستطيع الإنسان إن هو يعمل إيه؟ كاوفن يشتري فريشس بروت خبز طازج عيش طازة und guten Kuchen وكيك جيد. أو كلمة كوخن تدي معنى كيك تدي معنى جاتو. خلاص؟ دي كلها أسماء أماكن بتكلم عنها. manchmal أحيانا besuche ich meine Freunde. أحيانا بزور أصحابي. manchmal besuche ich meine Freunde. أحيانا بزور أصحابي. sie wohnen nicht im Zentrum. nicht دي أداة نفي. فبيقول لك sie wohnen nicht هم مش ساكنين مش عايشين im Zentrum في وسط البلد زي ما هو عايش في وسط البلد. هو ذكر ده في الأول. هم مش عايشين في وسط البلد. aber das ist kein Problem. لكن ده مش مشكلة. مش مشكلة ليه؟ هيوضح بعد كده. direct for meinem Haus. كلمة direct معناها مباشرة. for meinem Haus أمام بيتي. خلي بالك في حروف جر بنذكرها. im Zentrum for meinem Haus دي هنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده. دي بنسميها حروف جر مكانية. يعني ايه حروف جر مكانية؟ يعني بستعملها علشان أحدد مكان معين. im Zentrum معناها في وسط البلد. لما جه قال direct for meinem Haus يعني مباشرة أمام منزلي ist eine Haltestelle für Busse und eine für Straßenbahn. كلمة Haltestelle معناها محطة. فبيقول يوجد مباشرة قدام بيتي محطة für Busse للأتوبيسات und eine واحدة تانية أو محطة تانية für Straßenbahn للترام. تمام؟ يعني هو قدامه وسائل التنقل المتاحة علشان كده ما عندوش مشكلة ان هو يزور اصحابه. تمام؟ تعالوا نشوف. انا فهمت من التكست دلوقتي ايه هي الهاوبت انفورماسيونن، اهم المعلومات اللي انا طلعت بيها من التكست. اول حاجة عرفنا ان لوكاس lived in Hamburg. طب عرفنا ده ازاي؟ هو قال ich komme aus Hamburg und wohne auch hier. اتفقنا
ظرف مكان بيعود على اخر مكان هو ذكره اللي كانت كلمه هامبورغ. يبقى معنى كده لوكاس ليبت ان هامبورغ. لازم كده اتعامل كده مع التكست، افهم، ما اخدش مش زي زمان بقى اشوف التكست واحل الاسئله بالشبه واشوف دي شكلها ولا مش شكلها. لا، لازم ابقى فاهم اللي قدامي، لان ممكن نستعمل مترادفات، يجي لي في التكست مفردات وفي الاسئله يجي لي مرادف ليها، مش شرط نفس اللفظ يجي لي في الاسئله. لوكاس ليبت ان هامبورغ، ده انا فهمته من التكست. wohnt im Zentrum، وفهمت كمان ان هو ساكن او عايش في وسط البلد. و direkt vor seinem Haus ist eine Haltestelle für Busse، وفي محطة اتوبيسات موجودة قدام بيته مباشرة. تمام. تعالوا نشوف. طبعا التكست اللي فات كان الهدف منه ايه؟ زي ما بدأنا انا قلت الهدف منه ان احنا هثبت المفردات اللي انا اتعلمتها الجديدة اللي هي خاصة باسماء الاماكن، ومن خلالها هتبقى مدخل لينا للتعامل مع حاجة اسمها لوكال بريبوزيشنن. يعني ايه لوكال بريبوزيشنن؟ لوكال بريبوزيشنن حروف جر مكانية. احنا عندنا 9 حروف جر مكانية، وعرفنا يعني ايه مكانية، يعني هيجي بعدها اسم مكان. خلاص. بستعمل الحروف الجر دي علشان احدد بيها مكان ما، وبكون بستعملها كرد على سؤال بادئ بكلمة فو. لما حد يجي يسألني عن مكان هيبدأ بأداة الاستفهام أين، اللي هي كلمة فو. يقول لي مثلا هو البنك فين؟ أقول له البنك جنب البوسطة، أو قدام المستشفى، أو ورا المطعم. دي كلها حروف جر بتحدد لي المكان بالظبط. خلاص. فاحنا محتاجين نتعرف على ال9 حروف الجر اللي قلنا عليهم، واعرف الحاله الاعرابيه للاسم اللي موجود بعد الحروف دي. يا ترى هيكون حالته الاعرابيه ايه؟ طبعا كلمه حالته الاعرابيه دي مش غريبه عننا، لان احنا اتكلمنا قبل كده عن حاجه اسمها اكوزاتيف، ومن شويه فكرتكم بحاجه اسمها داتيف. الاكوزاتيف مفعول به منصوب، داتيف مفعول به مجرور، اللي هو احنا اتكلمنا عنه مع حرف الجر مت. ويعني ايه حاله اعرابيه؟ يعني ايه التغير اللي هيطرأ على الارتكل بتاعت الاسم. زي ما قلنا مت بيجي بعدها داتيف، يعني دير وداس بيتحولوا يبقوا ديم. طيب والارتكل بتاعت المؤنث دي بتتحول تبقى دير، والارتكل بتاعت الجمع دي تتحول تبقى دين. ده هو معنى الحالة الإعرابية للاسم اللي موجود بعد حرف الجر. وعشان أسهل لكم المهمة شوية، الحروف الجر ال9 دول بيجي بعدهم الاسم المكان في حالة داتيف. يعني زي ما عملنا مع ميت كده هنعمل مع حروف الجر اللي هنتكلم عنها دلوقتي. يبقى هي حروف جر بتحدد المكان، وعادة بتكون مستعملة ردا على لما اجي ارد على سؤال بادئ بكلمة فو. تمام؟ تعالوا نشوف مع بعض ايه حكاية حروف الجر المكانية. زي ما اتفقنا، حد بيسألني عن المكان بيبدأ سؤاله بكلمة فو، أين؟ فو ist dein Auto؟ فو ist dein Auto، يعني عربيتك فين؟ أين تكون سيارتك؟ العربية بتاعتك فين؟ فأنا محتاج أحدد له بقى مكانها، هي قدام البيت ولا ورا البيت ولا إيه؟ فهبدأ أستعمل حروف الجر المكانية. فلو قلت له auf dem Parkplatz، auf dem Parkplatz، Parkplatz اللي هو الجراج، الباركينج، في الباركينج في الجراج. for dem Haus، for يعني أمام، قدام البيت. واخد بالك من الارتكل شكلها عامل ازاي؟ Parkplatz أداتها دير، وهاوس أداتها داس. في حالة الداتيف اتفقنا ان حروف الجر المكانية كلهم هيجي بعدهم اسم في حالة الداتيف. في حالة الداتيف دير بتاعت المذكر وداس بتاعت المحايد اتحولت بقت ديم. قلت auf dem Parkplatz، for dem Haus. تمام؟ ده معنى ان حروف الجر بيجي بعدها اسم في حالة داتيف. يعني ايه تاني هيجي في حالة داتيف؟ يعني شكل الأداة بتاعته هيتغير، لو دير أو داس تتحول تبقى ديم، لو دي بتاعت المؤنث تبقى دير، وهكذا. neben der Bank، كلمة بانك أداتها دي، في حالة الداتيف اتحولت بقت دير، neben der Bank يعني جنب البنك. يبقى auf ادتني معنى في، auf dem Parkplatz، for ادتني معنى أمام، for dem Haus،
neben ادتني معنى بجانب، neben der Bank يعني جنب البنك. zwischen معناها بين هذكر بقى مكانين، هي العربية موجودة بين مكانين، المكانين دول هيكونوا في حالة داتيف برضو، في حالة داتيف. zwischen dem Restaurant und der Post. كلمة ريستوران أداتها داس اتحولت بقت ديم، وكلمة بوست أداتها دي اتحولت بقت دير. zwischen dem Restaurant und der Post يعني بين المطعم والبوسطة. تمام؟ واخدين بالنا؟ عشان كده بقول يا جماعة مهم أعرف الكلمات الجديدة بالارتكل بتاعتها، علشان لما أجي كده أستعمل قاعدة زي قاعدة حروف الجر المكانية أعرف بقى أقول الاسم ده حرف الجر ده هيكون بعديه ديم ولا دير. تمام؟ يبقى هنا ملخص اللي احنا قلناه بخصوص حروف الجر المكانية ان السؤال هيكون بفو، هاجي ارد عليه عشان احدد المكان هستعمل حرف جر من الحروف المكانية وبعديه الاسم في حالة داتيف. يعني ايه حالة داتيف؟ يعني اغير شكل الاداة بتاعته زي ما اشرنا من شوية. ايه هي حروف الجر اللي هستعملها؟ هم 9 حروف. عندي حرف الجر ان، ودي ان، auf, über, unter, vor, hinter, neben, zwischen. 9 حروف جر، 9 حروف جر مكانية، يعني بيجي بعدها اسم مكان في حالة داتيف. طيب يعني ايه داتيف تاني؟ اهو دير وداس الارتكل بتاعت الاسماء اللي هتيجي بعد حروف الجر هتكون لها اداة يا اما دير او داس او دي. دير وداس هتتحول تبقى ديم، دي بتاعت المؤنث هتتحول تبقى دير، دي بتاعت الجمع هتتحول تبقى دين. ده معنى الداتيف. خلاص؟ طبعا ده كده عرض شامل لفكرة حروف الجر المكانية. في بعض الحروف محتاجة توضيح شوية وتفصيل، وفي حروف معناها محسوم ما فيهوش أي مشكلة. خلاص؟ هنبدأ نتكلم بالتفصيل بعد شوية عن حرف الجر ان واوف وان واوبر، لكن باقي الحروف معناها واضح. ان انتر معناها تحت، نقول مثلا الشنطة تحت الترابيزة، خلاص ملهاش اي احتمال تاني. فور معناها امام، هنتر معناها خلف، نيبن معناها بجانب، سيفيشن يعني بين. خلاص؟ لكن في حروف زي ان واوف واوبر محتاجة نوضح فيها شوية. والحروف دي بتيجي مع بعض المفردات محتاج مننا ان احنا نذاكرها كده او نتعلمها كده، ان الكلمه دي بيجي معاها حرف الجر ان او اوف، تبقى عامله زي اوزدروك او اكسبريشنز كده تعرفها من خلال المذاكره. تعالوا نشوف اوف. اوف من ضمن معانيها تديك معنى على. لما اقول رانا sitzt auf dem Stuhl، رانا قاعده على الكرسي. خلاص؟ mein Buch ist auf dem Tisch، الكتاب بتاعي على الترابيزة. خلاص؟ يبقى auf أول معنى ليها على. يوسف ist auf dem Bahnhof، هنا تديني معنى في. يوسف بيكون في محطة القطر. خلاص؟ تالين ist auf der Hochzeit، خلي بالك مع كلمة Bahnhof هقول auf، مع كلمة Hochzeit بقول auf der Hochzeit معناها في حفل زفاف. تالين ist auf der Hochzeit، تالين بتكون في حفل زفاف، يبقى اعرفها كده auf dem Bahnhof، auf der Hochzeit. عمر wohnt auf dem Land، كلمة auf dem Land على بعضها كده تديني معنى في الريف. عمر عايش في الريف. Die Kinder spielen auf der Straße، يعني الأطفال بيلعبوا في الشارع. يعني عندي حاجات كده لازم أعرفها. auf dem Bahnhof أذاكرها كده، auf dem Bahnhof يعني في محطة القطار. auf der Hochzeit في حفل زفاف. auf dem Land في الريف. auf der Straße في الشارع. تمام؟ بالنسبة لكلمة Straße ممكن يجي معها حرف الجر إن، بس بشرط يذكر اسم الشارع. تمام؟ حرف الجر ان. ملك wartet an der Bushaltestelle، يعني ملك
منتظرة في محطة الأتوبيس. مع كلمة بوس هالتشتيلر استعمل أن، مع كلمة بانهوف استعملنا أوف. جانا شتيت عن دير أمبل، أمبل عن إشارة المرور، أقول جانا واقفة عند إشارة المرور، عن دير أمبل. يعني مع كلمة بوس هالتشتيلر وكلمة أمبل هستعمل حرف الجر أن. مع كلمة كيوسك كشك هستعمل كلمة أم كيوسك كان مان زايتونجن كاوفن، الواحد يقدر يشتري جرائد في الكشك. gibt es am Bahnhof einen Imbiss؟ هل يوجد في محطة القطار einen Imbiss؟ يعني هنا كلمة بانهوف محتاجين نوضح فيها شوية، هنتكلم برضو فيها المرة الجاية لأن محتاجة تفصيل أكتر من كده. حمزة ist am Schalter، مع كلمة شالتر استعملت حرف الجر حمزة بيكون على شباك التذاكر. kauft die Fahrkarten، هو بيشتري تذاكر السفر. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وإن شاء الله تابعونا في الحلقات القادمة هنستكمل حديثنا عن حروف الجر المكانية. إلى اللقاء. تشوس.